اسبوع واحد بس وهيبقى جاهز معاكي الجمال ده كله. احلى ليمون معصفر ممكن تاكليه في حياتك، طريقته سهله جدا وبسيطه من غير نقع، وبيطلع معاكي بصوا بصوا شكله عامل ازاي. والله يا جماعه يستاهل بقكم، لازم تتوكلي على الله بمشيئه الله وتجيبي احلى ليمون اصفر وتعمليه بالعصفر الرهيب الخطير ده. نبدا على طول ونقول بسم الله. انا جايبه 2 كيلو من الليمون. 2 كيلو طبعا ما دام معصفر يبقى لازم نجيب له ليمون اصفر. تغسليه كويس جدا ليمونيه ليمونيه كده تحت الميه، وتجيبي سكينه ماشيه وتبداي تعملي فيها علامه الاكس. علامه الاكس دي ما تنزليش بالسكينه لحد تحت خالص، لا لحد نص الليمونه كفايه قوي، لان احنا لسه لما هنغليه هيبدا ان هو يتفتح معايا. انا بحب اجيب الليمون اللي بيكون قشرته خشنه مش قشرته ناعمه، عشان اللي قشرته خشنه بيكون مذاقه افضل ومليان ميات اكتر. يبقى انت ما تشتريش الليمون اللي بتبقى قشرته ناعمه خالص، هاتي دايما الليمونه اللي بتبقى قشرتها خشنه. طبعا حطيته في اي حله عندي، وهنا كنت بغلي ميه على البوتاجاز، ميه غزيره طبعا علشان عايزه الميه تغطي الليمون تماما. الميه هنا بدات تسخن معايا، انزلي فيها بالليمون. من آن لآخر هنبدأ نقلب بالشكل ده. أنا مش بحب أجيب في الليمون المعصفر الليمون الكبير قوي، هاتي الليمون الوسط كده هو اللي مش كبير قوي. طبعا أول ما يغلي احسبي له بالظبط 12 دقيقة. طيب لو انت جايبة حجم أكبر أو بتحبي الليمون اللي بيبقى حجم أكبر كده عشان الحشوة تبقى مليانة، هتعملي إيه؟ هنسيبه على النار لمدة 15 دقيقة، ربع ساعة بس بعد الغليان. لو هو حجمه أكبر من كده، ده عشان حجمه أصغر شوية فسيبته بالظبط 12 دقيقة. ابدأي قلبي بقى الليمون الحلو ده لمدة 12 دقيقة كده اهو بعد الغليان، وبعد كده طلعيه في مصفى وحطي المصفى دي قدام المروحة لازم يبرد تماما. جايبه هنا ربع كيلو من الفلفل، فلفل احمر بقى المشطشط على البارد، او المشطشط بس او البارد بس زي ما انت حابه. حطيت عليها كوبايه الا ربع من العصفر، بس خلي بالك العصفر لازم تنقيه كده، احيانا بيبقى فيه قمحيه عدسيه مكرونايه، فلازم تشوفي الدنيا فيها عامله ازاي. معلقتين كبار من حبه البركه، وحبه البركه ما تزودهاش عن معلقتين عشان ما تغمقلكيش الليمون. نص معلقه من الكركم بيخلي لك الليمون بتاعك كهرمان. ومعايا كمان معلقه كبيره هرميه من الملح، وخمس فصوص من الثوم قطعيها كده. التوم ده مش بيدي طعم واضح يعني ان هو فيه توم، بس بيدي نكهه كده لليمون المعصفر خرافيه. ابتديت ان انا اقلب الحاجات الحلوه دي كلها، ومجهزه هنا 10 ليمونات عصرتهم على ايديا وهتعصريهم في الخلاط، غير ال 2 كيلو من الليمون اللي انا جايباهم. هقلبهم بقى بالشكل ده كده بسرعه. ذكر النهارده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طول الفيديو بعد الفيديو افضلي قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قلبت الخليط الحلو ده والليمون بتاعي اللهم بارك بارد تماما. بصوا هو اصلا تحسوا ان هو يتاكل لوحده، في المرحله دي سنه مراره خفيفه، بس لو انتي مسكتي الليمونه هتلاقي قوامها بقى طري خالص معاكي، وممكن ان انتي تقطميها وتتقطم عادي معاكي. هي ناقصه بس تتملح وتتظبط معاكي، والمراره سنه المراره اللي فيها دي تروح. هنقول بقى بسم الله ونبدا نحشي ليمونه ليمونه بالشكل ده. او لو انت عايزه تخلصي زي وتنجزي كده، وحطي الليمون كله وابداي قلبيه في العصفر وحبه البركه والكركم والملح والحاجات الحلوه دي. طول ما انت بتقلبي الليمون ما تنسيش تفضلي تقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قلبيه بقى بسباتيولا كده وبالراحه خالص. وهنبدا بقى نرص الجمال ده كله في اي برطمان زجاجي عندك او اي برطمان بلاستيك. رصيه بقى كده هو كويس جدا، او تحطيه كله مره واحده. طبعا ميه الليمون دي مش هرميها، انا خدت منها لتر من ميه الليمون. لتر ده يعني 4 كوبايات من ميه الليمون، لازم تبقى بارده تماما. وكمان غليت 3 كوبايات تانيين كده هو ركنتهم على جنب. هنبدا بقى على طول بعد ما نرص الليمون الحلو ده نعمل المحلول الملحي. المحلول الملحي ده عباره عن ايه؟ عن ميه الليمون. طبعا انت كنتي غاسله الليمون كويس، فميه الليمون نظيفه نظيفة جدا اللهم بارك. بالإضافة كمان إن فيها عصير ليمون، لأن الليمون بدأ ينزل ميات لأنه مفتوح مش مغلق. فهنبدأ بقى إن احنا على طول نحط هنا لتر من نعمل المحلول الملحي بلتر. لتر ده يعني كوباية من عصير الليمون. حطيت بقى هنا شوية من قرون الفلفل الأحمر على الأخضر كده على وش البرطمان، بيعتبر كمان ده حافظة وبيكون طعمه خرافي. نزلت بلتر من عصير من مية سلق الليمون، عليهم كوبايتين من المية المغلية اللي أنا بردتها خالص، عليهم كوبايه الا ربع من الملح، ملح عادي الناعم بتاعنا، عليهم معلقتين كبار من السكر. السكر ده يعتبر ماده حافظه. لو انت بقى جيتي تغطي المحلول الملحي ده بالليمون ولسه ما تغطاش، كل كوبايه من الميه هتحتاج معلقه مش مليانه كبيره من الملح. يبقى لو انت حطيتي اللتر ونص ده ولسه الليمون بتاعك ما تغطاش بنسبه 100% زي كده اهو، هنضيف كوبايه من الميه عليها معلقه من الملح، والمعلقه ما تبقاش مليانه وتكون معلقه كبيره. طبعا القشر الليمون هنبدأ نغطي بيه الليمون بالشكل ده،
عشان لو أي حاجة والّا أي هوا دخلت تبدأ إنها تاخد قشر الليمون، ما تاخدش الليمون الحلو اللي إحنا عاملينه. طبعًا بعد ما بتستخدميه بتقفليه كويس جدًا وتطلّعيه بالمعلقة. ما تنسيش ذكر النهارده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.